أهلا وسهلا فيكم. بألمانيا في كتير تطبيقات للتداول بالبورصة، سواء التداول بالأسهم أو العملات الرقمية أو الصناديق المالية. والحلو إنك ما بتحتاج تفتح شركة لحتى تتداول بالبورصة. فيك تتداول بشكل فردي وتحقق أرباح من التداول بدون ضرائب إذا كانت أرباحك أقل من 1000 يورو إذا كنت أعزب، أو 2000 يورو إذا كنت متزوج. فاليوم حابب شارك معكم بتجربتي الشخصية بالتداول بالبورصة عن طريق تطبيق تداول أنا صرت مستخدمه أكثر من سنة. هلأ التطبيق اللي أنا بستخدمه هو الفينانسن دوت نت زيرو، وعن طريق هذا الموقع فيكم تشتروا مثل الأسهم والاي تي اف، وفيكم تعملوا كمان شيء اسمه شبار بلان، وفيكم حتى تشتروا العملات الرقمية. ولكن أنا ما بنصحكم تشتروا العملات الرقمية عن طريق هذا الموقع لأنه أسعاره غالية. وهذا الموقع مثل ما ذاكرين هون بتقدروا تستخدموه يا أما عن طريق المتصفح الإنترنت يا أما عن طريق الموبايل، فيكم تتداولوا بشكل سهل. وصراحة هو أسعاره جدا رخيصة بالمقارنة بتطبيقات تانية أنا جربتها. ومثل ما حكيت هون في يعني عنده عدد كبير من الأسهم والاي تي اف والفوندز والكريبتو، إنه فيكم تتعاملوا عن طريق هذا الموقع. وهذا التطبيق يعني موجود كمان على الايفون وكمان للاندرويد. هلا لنرجع لموضوعنا. لحتى تقدر تتداول عن طريق هذا التطبيق او الموقع فبيلزمك اول شيء تعمل حساب. ولحتى تعمل حساب فيك تنشأ هذا الحساب يا اما عن طريق الموقع او عن طريق التطبيق. فاول شيء بنكبس نحن على الديبوت اوفنن، يعني افتح لي حساب. نكبس عليها هون، وبعد ما كبسنا على الزر بتجينا هاي الصفحة. هون لازم نحط ايميل تبعنا، وانا بنصحك انك تستخدم الايميل يكون محمي بكلمة سر قوية. ومثل ما لهم ذاكرين هون انه كل عملية التسجيل هي مجانية، يعني ما رح تدفع شيء لانك تفتح حساب عن طريق هذا الموقع. فنحن بنحط ايميل تبعنا، وبعد ما كبسنا للفايتر بتجينا هاي الصفحة. هون لازم نحط نحن كلمة مرور للحساب للديبوت تبعنا. وهون كلمة السر لازم تكون مؤلفة من أقل شي من 8 أحرف. حرف كبير لازم تكون مؤلفة من حرف كبير وحرف صغير وأرقام ورموز. هاي الرموز. وبعد ما حطينا نحن كلمة السر بنحط على الفايتا، وبعدين هنن بيبعتوا لنا ايميل على الايميل اللي نحن كتبنا لهم اياه مشان نكمل عملية تسجيل الحساب. فانا اوريدي عندي حساب على هذا الموقع. ما رح اقدر افرجيكم الخطوات اللي بعدها، بس هي خطوات جدا سهلة. لازم تحطوا معلوماتكم الشخصية من اسم وكنية، وتحطوا مثلا رقم الموبايل تبعكم وكمان رقم الحساب البنكي تبعكم. وبعدين بيتفعل الحساب تبعكم. هلا وقت بيتفعل الحساب على هذا الموقع بيصير في عندكم انتو مثل حساب بنكي تاني مخصص بس للتداول. فبتصيروا انتو بتبعتوا المصاري من الحساب البنك الأساسي تبعكم على حساب البنكي تبع التداول تبعكم. والمصاري اللي بعتوها على موقع التداول فيكن امتى ما كان تسحبوها وترجعوها لحساب البنكي تبعكم الأساسي، أو فيكن تشتروا فيها يلي بدكن إياه عن طريق هذا الموقع. هلا للتداول عن طريق الفينانس نت زيرو لازم تنزل انت تطبيقين. اول تطبيق هو التطبيق الاساسي يلي اسمه زيرو، والتطبيق الثاني هو السكيورتان. السكيورتان هو ببساطة مثل كل ما بدك تشتري او تبيع او تسحب مصاري من موقع التداول هذا، فلازم دائما تفوت على هذا التطبيق ومثل تعطي البصمة الإيد تبعك لحتى تقدر تنجز الشراء أو البيع أو التحويل، مثل هو لتأمين الحساب تبعك. فهلا نحن رح نفوت على الزيرو. هلا أول ما بنفوت على تطبيق الزيرو بتجينا الصفحة الرئيسية. بالصفحة الرئيسية بينعرض كل شي معلومات عن المحفظة تبعنا. يعني مثلا بيجينا هون بالكاش قديش أنا معي مصاري بالتطبيق، وهون حاطينا قديش أنا مثلا معي أسهم، قديش أنا معي ETFs، وقديش أنا معي كاش. يعني مثلا أنا معي هون 21% من المحفظة تبعي هي مؤلفة من الأسهم، و62% من المحفظة تبعي هي مؤلفة من الETF، و17% هي كاش. وتحت شوي بالفيات بابيغ هون بنلاقي كل شيء أسهم و ETFs أنا عندي إياهم. فهون بيدرج لي كل شيء أسهم أنا مشتريها، قديش السعر السهم تبعها مثلا، وقديش النسبة المئوية يلي ارتفعت فيها أو نزلت فيها هذا السهم. هلا إذا أنت مثلا بدك تحول مصاري من الحساب البنكي تبعك للمحفظة هون،
فبتكبس هون وبعدين بيعرض لك الحساب البنكي تبعك على هذا التطبيق. مثل ما حكيت، وقت انت بتعمل حساب على الزيرو بصير في عندك حساب بنكي وموجود يعني عليه الإيبان وكمان موجود اسمك، فبتصير بتحول من الحساب البنكي تبعك للحساب الزيرو، يعني تحويل عادي مثل أي تحويل. هلا بننتقل للصفحة الثانية يلي هي صفحة الواتش ليست، عليها إشارة النجمة. بهي الصفحة بتلاقي الأسهم يلي أنت ضفتها على الواتش ليست تبعك، يعني هاي القائمة بس بتعرض لك الأسهم يلي أنت حطيتها للمفضلة تبعك. يعني مثلا في عنا هون أول سهم الأديداس مثل ما لكم شايفين، في هون كمان إشارة النجمة. هون أنا إذا كبست عليها بتنضاف لقائمة الواتش ليست، يعني مثل هي قائمة سريعة لتروح للأسهم المفضلة تبعك. كمان إذا نزلنا لتحت شوي، أنا كتير حاطط هون أسهم على المفضلة تبعي على الواتش ليست. كمان هون حاطط ال ETF، وحاطط كمان الكريبتو مشان تابع الكريبتو وال ETF والأسهم بشكل سريع. وإذا كبسنا على رمز البوصلة هون بنجي على مثل الاستكشاف، مثل صفحة الاستكشاف، مشان نشوف شو في أسهم، شو الأسهم يلي ارتفعت كتير هذا اليوم، شو الأسهم يلي نزلت كتير هذا اليوم. مثلا إذا كبسنا هون على البليبت، فبيعرض لنا هون شو أكتر أسهم عم تتداول بهذا اليوم. مثلا إذا كبسنا مثلا على التوب والفلوب، هون بيرجينا شو أكتر أسهم طلعت هذا اليوم وشو أكتر أسهم نزلت. مثلا زالاندو مثلا اليوم نزل بنسبة 7%، أكثر من 7%. فهي هي صفحة الديسكفر. وإذا كبسنا هون على هذا الإشارة، هلا هون بهي الصفحة هي صفحة الشبار بلان. هون بيعرض لك كل شيء، خطط ادخارية أنت عاملها على هذا التطبيق. الخطة الادخارية هي بالمختصر، أنت بتقول له للبرنامج اشتري لي بمبلغ معين كل شهر أو كل مدة معينة أسهم من الصندوق المالي المعين أو من شركة معينة. فمثلا هون أنا حاطط إنه كل أسبوعين اسحب لي 70 يورو واشتري لي فيهم الاي شيرز فيزيكال جولد. عن طريق هاي الصفحة أنت فيك تعدل الشبار بلان تبعك، فيك تحذفها، فيك توقفها، فيك تعدل المبلغ، وفيك تعدل المدة الزمنية تبع الشبار البلان المعين تبعك. وفيك كمان تعمل شبار بلان جديدة عن طريق الشبار بلان اشتغل يلي هي هون. هلا وقت بنكبس نحن الثلاث نقاط بيطلع لنا نحن يعني صفحات جديدة، يعني مثل الكريبتو. هون إذا كبسنا عليها بيطلع لنا نحن كل شيء في كريبتو بهذا التطبيق. أنا مثل ما حكيت ما بنصحكم تشتروا كريبتو هون لأنه غالي. كمان بيطلع لنا مثلا الماينا اوردرز. هون بيحط لي كل شيء عمليات شراء مغلقة أو مفتوحة لسه يعني ما تمت. هون بيحط لي الحساب تبعي، البريد تبعي مثلا البوست اينغانج. يعني إذا أنت حبيت تجرب الموبايل بنصحك تفوت على هالنقاط هاي وتشوف كل شيء خيارات. ونقطة أخيرة، إذا أنت حابب مثلا تبحث عن شيء سهم أو عن شيء عملة رقمية أو ETF، فبتكبس على إشارة هون البحث هاي، ومتى ما كبسنا عليها نحن تجينا هون خيار البحث. فمثلا إذا كبسنا هون حطينا سامسونج أو أبل مثلا، فبيجينا سهم الأبل هون، وبيجينا التطور سعره على مدار سنة أو على مدار سنتين تطور السعر تبعه. وطبعا إذا كبسنا عليها للسهم فبصير بيقلنا قديش سعر السهم كان بالوقت الزمني المعين. كل سهم أو كل ETF أو كريبتو كمان بيكون عنده خيارات مثل اليتس كوفن. وهون إذا كبسنا على 3 نقاط بيجينا كمان شبار بلان اشتغلن، إنك تعمل خطة ادخارية. وكمان فيركوفن في حال أنت كان معك أسهم. أنا هون ما عندي أسهم للأبل، فمشان هيك مو طالع لي خيار الفركوفن. كمان إذا نزلنا كمان شوي لتحت بيجينا كمان معلومات مهمة عن هذا السهم، وبيجينا كمان أخبار المهمة عن هذا السهم. فيعني بيعرض لك كل شيء معلومات أساسية لهذا السهم لحتى تتداول فيه. وإذا حبيت السهم تضيفه للواتش ليست تبعك فبتكبس على النجمة. إذا حبيت مثلا أنت تعمل مثل يعطيك إشعار التطبيق إذا وصل السهم لنقطة معينة، فبتحط له مثلا هون أنت قديش حابب مثلا يوصل. يعني مثلا عم تقول له للتطبيق أعطيني إشعار وقت يوصل السهم لسعر مثلا 200 أو لسعر 230، وهو بعدين بس يوصل سعر 230 بيعطيك إشعار. فهي هي ببساطة التطبيق. شو هو التطبيق وشو الميزات تبعه الأساسية. بالمستقبل إن شاء الله راح
أعطي كمان أمثلة كيف الواحد مثلا بيشتري ذهب من صندوق مالي، أو كيف الواحد بيشتري فضة من صندوق مالي، أو كيف الواحد بيقدر يشتري أسهم. وحتى كمان رح أعمل عن كيفية شراء الكريبتو، بس مو عن طريق هذا التطبيق، عن طريق تطبيق تاني. وكملخص لهذا الفيديو، مثل ما حكينا نحن عملنا حساب على موقع التداول. وقت الواحد بيعمل حساب بيجي مثل محفظة إلكترونية أو حساب بنكي خاص لهذا الموقع التداول. وقت الواحد بيكون معه مصاري على موقع التداول بيصير بيقدر يشتري ويبيع الأسهم أو الكريبتو أو يلي متوفر بموقع التداول. وفي حال أنت أو في حال الشخص ما عنده معلومات منيحة بالنسبة للتكنولوجيا أو بالنسبة للتداول أو بالنسبة للبورصة، فيفضل إنه هذا الشخص أو أنت تبعد عن موضوع التداول، لأنه التداول فيه دائما خطورة. حتى كمان إذا الواحد بده يشتري سبائك ذهب أو سبائك الفضة، كمان هذا الموضوع يعني فيه خطورة. يمكن يعني يمكن الشخص يخسر مصاري، يمكن الذهب يعني ينزل سعره مثل ما شفنا احنا بآخر أسبوعين نزل سعر الذهب بشكل كبير. وكمان نبهت على شغلة بمواقع التداول، في أسهم أو شركات بتكون عم تتعامل مثلا بالربا، أو بيكون في أسهم للبنوك. هدول في حال أنت كنت مسلم أو أنت كنتي مسلمة، فيفضل تعملوا بحث إذا كان هذا السهم أو هي الشركة المالية يعني التعامل فيها حرام أو حلال. في حال إن عجبكم الفيديو فلا تنسونا بلايك واشتراك، وإذا في عندكم أسئلة فاكتبوها بالتعليقات، وإن شاء الله برد عليكم بأقرب وقت.